نرحب بالأخوة الرجال الفلسطينيين في لبنان وجميع المشاركين في هذه الورشة والتي تأتي في مرحلة حساسة جدا من هذه القضية. ورقة عملنا أيضا تتضمن تعريف المسار التاريخي للصفحة والقلم، ولكن يعني أرى أنه أشبه الأوروبية في الأوراق السابقة، لذلك سأنتقل اختصارا للوقت مباشرة إلى التوصيات أو الخطوات العملية التي لا بد القيام بها في أوروبا لإفشال هذه الصفقة. أولا، صفقة القلب تعتبر خطرا حقيقيا يهدد كل فلسطيني في القارة الأوروبية، لأنها استهداف لقضية اللاجئين وحق العودة ومحاولة أمريكية لتصفية قضية اللاجئ الفلسطيني ومنعه من العودة. هنا لابد أن يكون هناك موقف موحد للجاليات الفلسطينية في أوروبا بإعلان التمسك بحق العودة وردهم لصفقة القرن الأمريكية، والعمل بشكل جماعي على مواجهة كل المشاريع التآمرية على الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر ورشة روتردام هذه نموذجا للعمل الفلسطيني الموحد للجاليات والمؤسسات الفلسطينية في القارة الأوروبية التي يجب أن يستمر ويتصاعد في مواجهة صفقة القرن. ثانيا، من المهم جدا أن تقوم الجاليات الفلسطينية في أوروبا بدور كبير في التوعية السياسية والوطنية لدى أبناء الجاليات الفلسطينية في أوروبا حول مخاطر صفقة القرن وغيرها من المشاريع التآمرية على الشعب الفلسطيني، وفتح المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، والتواصل المستمر مع أبناء الجاليات الفلسطينية وربطهم بكل جديد يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، وتطوير أدوات العمل الوطني الفلسطيني في القارة والاهتمام بالجاليات، والتركيز على المشاركة الفعالة للجاليات الفلسطينية في أوروبا بكافة الفعاليات التي تقام رفضا لصفقة القرن ودعما لصمود أبناء شعبنا في فلسطين ومخيمات الشتات، إذ لابد أن يكون هناك تطور نوعي في فعالياتنا في القارة تقود إلى مشاركة أكبر من الجاليات الفلسطينية في أوروبا والعمل الفلسطيني المشترك في هذا السياق. وفي هذا السياق نفذت الجالية الفلسطينية في هولندا عددا من الفعاليات الوطنية التي كانت في إطار رفض صفقة القرن والتأكيد على تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة وفي مقدمتها حق العمل. ثالثا، في ظل المناخ المتاح في القارة الأوروبية للعمل الفلسطيني ضمن الإطار القانوني، لابد من الاستفادة من هذه الظروف الملائمة للتحرك في مختلف المستويات السياسية والشعبية مع الحكومات والبرلمانات والمتضامنين مع القضية الفلسطينية للتحذير من صفقة القرن، والبناء على مواقف سياسية لوزراء وبرلمانيين أوروبيين داعمين للقضية الفلسطينية لخلق واقع سياسي في أوروبا رافض لصفقة القرن، وبهذا يكون دور مهم للجاليات الفلسطينية في أوروبا. رابعا، ندعو إلى أن تكون ضمن مخرجات هذه الورشة العمل على إشراك بقية الجاليات العربية والمسلمة وأحرار العالم في أوروبا إلى الوقوف معنا في مواجهة صفقة القرن بهدف إعطاء بعد عربي وإسلامي وتدوين الموقف الرافض لهذه الصفقة، والإشادة بكل المواقف الأوروبية والعربية والإسلامية الرافضة لصفقة القرن الأمريكية. ختاما، نؤكد رفضنا القاطع في الجالية الفلسطينية في هولندا لصفقة القرن وأي مشروع يستهدف حقوق شعبنا الفلسطيني، وإننا نتبنى مخرجات هذه الورشة وخاصة فيما يتعلق بدور الجاليات الفلسطينية في القارة الأوروبية في مواجهة الصفقات المشبوهة التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية العادية. شكرا لحضوركم ونتمنى التوفيق لنا جميعا في هذه الورشة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.